مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقتنا في هذا اليوم هي امتداد واستمرار للحلقة الماضية، حيث بدأنا الحديث عن الملوك، ملوك الجن. وقلنا أن الملوك هما نماذج أولية، يعني des archetypes. هاد النماذج ولا هاد الأشكال النمطية هي موروثة على الأجداد، يعني واحد الإرث اللي هو رجاء الذاكرة ديال الجماعة اللي تنتمي لها، الجماعة الثقافية ديالنا. ولي زاركيتايب ولا هاد النماذج الأولية هي تتكون في جميع الثقافات. إذن هاد الملوك اللي عندنا حنا عندنا بهذا الشكل هذا، ولكن في ثقافات أخرى كنلقاو نماذج أولية عندها أشكال أخرى، ولكن هاد النماذج كلها في نهاية المطاف حسب الدراسات اللي دارت، يعني الدراسات اللي دارت في البسيكولوجيا الأعماق، لا بسيكولوجي دي بروفوندور، هي واحد العدد محدود ديال النماذج. هاد النماذج بداهم اللي اهتم بهم هو كارل غوستاف يونغ في السيكولوجيا الأعماق، هو عالم نفس سويسري، كان محلل نفسي، ولكن شق على فرويد نظرا للاختلاف ديالو مع فرويد حول مفهوم اللاشعور، حيث يونغ شاف انه ما كاينش غير اللاشعور الفردي، ولكن كاين اللاشعور جماعي. هذا اللاشعور الجماعي هو اللي تتكون فيه هذه النماذج الاوليه اللي تكلمنا عليها الان. ولكن من بعد يعني يونغ غادي تولي اتجاه في التحليل النفسي اللي هو التحليل النفسي اليونغي، لا بسيكاناليز يونغيان، كنلقاو فيها ولات مدرسة عندها أتباع في العالم، يعني في أمريكا، في أوروبا، في جميع دول العالم. هناك العلماء النفس اليونغيين طوروا البحث في هذه النماذج ولقاو نماذج أخرى، يعني كاينة نماذج أخرى ولات اللائحة ديال النماذج توسعات أكثر. حنا اللي تيهمنا هو في ثقافتنا كنتكلموا غير في هذا المستوى اللي جبدنا هذه النماذج، كاين نماذج أخرى ما تتهمناش، ولكن اللي تيهمنا هو هذه النماذج اللي عندنا في الملوك. الملوك كظاهرة فاش كيمرض الواحد كيوليو يتكلموا فيه واحد الكيانات باسم معين، هادي سميتها ميرا، هادي سميتها عيشة، هذا ميمون، هذا حمو إلى آخره. هاد النماذج هادي هي كلها يعني كما قلنا عندها واحد الخصوصيات معينة، فاش تنفحصوها كباحثين تلقاو أنها عندها خصوصيات معينة، ولذلك فهي كتطلب أول ما تطلب وهو الانخراط معها والانتماء إليها، يعني الانتماء إلى نظامها الرمزي وإقامة الليلة والذبيحة وإلى آخره. فاش تنفحصوا هاد الليلة والذبيحة تلقاوها هي كلها كطقس، هي في الأساس ديالها أساس جسدي، يعني كلها كتبغي فيها البخور، فيها اللوان، فيها الموسيقى، وفيها الذبيحة والدم، يعني الماكلة، أكل اللحم، وفيها الموسيقى يعني الجسد والإمتاع الأذن، وفيها الألوان اللي كيتلبسوا على حساب كل ملك ولا كل محلة، وفيها كذلك البخور ديال كل محلة. إذن هادو كلهم مواد تخاطب الجسد. علاش؟ لأن النظام الرمزي ديال هاد الملوك اللي حنا قلنا هما قوى لا شعورية، هاد القوى هي كلها قوى جسدية. علاش؟ لأن اللا شعور في حد ذاته، لا شعور البشر هو جانب نقدروا نقولوا جانب غريزي أو حيواني في الإنسان. فالإنسان ما تيتزادش إنسان، ولكن تيولي إنسان. طبيعة الثقافة اللي كتجعلو إنسان، الثقافة هي اللي كتثقيف الإنسان، اللي كتعلمو في التربية، تيدخل اللغة، النظام الرمزي، هكذا كيولي إنسان. أما هو في البداية كيبقى كإنسان متوحش، ككائن متوحش راه تيكون حيوان. إذا هذا النظام الرمزي اللي تلقاو عند هاد الملوك هو نظام جسدي، يعني انيمال، يعني جسدي، بمعنى انه تيقوم على ما هو غريزي اكثر، الاكل والشم واللبس وهذه. بينما الثقافه اللي كاينه في المجتمع هي كثقافه اسلاميه عندها واحد النظام رمزي مختلف، هو نظام رمزي يقوم على اللغه، يعني اللغه اللي هي الامر والنهي، الامر شيء لغوي والنهي شيء لغوي، التحريم شيء لغوي. واحد القول ديال عبد الكبير الخطيبي، المفكر المغربي وعالم الاجتماع، كان في واحد المقال ديالو في مجلة
سيندباد، كنظن سيندباد، في العدد ديال هادشي دار في الثمانينيات ديال القرن الماضي، واحد المقال سميتو بوسيسيون ديبليس. بوسيسيون ديبليس في العدد 36 سبتمبر 1984 تيتكلم خطيبي على ابليس، تيقول لك ابليس اي دي كوتي دو كور كونتر لو لونغاج. يعني هاد القوله هي راه مقال حنا خديناها هاد القوله باش نعززوا بها الفكره ديالنا. يعني ما معنى دي كوتي دي كور؟ هو ان ابليس بجانب الجسم ضد اللغه. علاش؟ لان في قصه الخلق اللي ابليس رفض السجود لادم. لماذا؟ قال لانه خلقتني من، في القران كاين خلقتني من نار، ولا خلقتني من نار خلقته من طين. اذا ابليس على من بنى هذا الرفض ديالو الامتناع على السجود، بناه على واحد الاساس جسدي، ولذلك فكل ما هو جسدي يصبح شيطانيا. اذا فالنظام المنعي اللي كاين في الثقافه الاسلاميه هو يتعارض مع النظام ديال الرغبه اللي تلقاوه في الطقس الليله اللي تتقوم على الجسد وعلى الاشباع الجسدي. هذا من جهه. من جهه اخرى هاد لي زاركيتيب فاش تيبانوا في بنادم، فاش شي وحده كيتكلم فيها واحد الجن ولا واحد الملك، فهو دائما تيكون تعويض لشي حاجه تتخص هذيك السيده ولا داك السيد. فمثلا الراجل اللي عنده واحد الميول انثويه، واخا هو في طبيعته ذكر ولكن هو مؤنث في الداخل ديالو، غادي تتكلم فيه واحد المراه غتقول انا سميتي عيشه، وهذه وغيبقى يتكلم كانثى، وغادي يطلب ديروا لي الحنه، ديروا هذه، غيولي داك الراجل تيدير الحنه، تيلبس قفاط بحال ديال العيالات. اذا داك الجانب الانثوي هو اللي خرج منه. كاين واحد الاركيتيب تيتسمى الانيموس عند يونغ. كاين الانيما والانيموس. الانيما هو الانثوي اللي كاين في الذكر، والانيموس هو الذكوري، الاركيتيب الذكوري اللي كاين في المراه. ما كاينش شي جنس اللي هو جنس 100%. دائما هناك راجل فيه الانوثه ومراه فيها الذكوره. الاركيتيب يعني كل واحد فيه الاركيتيب ديالو والاركيتيب الاخر. اذا فاش تيكون فقر او لا تضخم في واحد في لي زاركيتيب، تيدخل العنصر الثاني باش يخلق التوازن. اذا كذلك المراه تلقاها عندها واحد الميول ذكوريه، ولكنها بحكم المجتمع الذكوري فهي كامراه خصها تبقى في بلاصتها كامراه. اذا اش تيوقع؟ هذيك المراه تسكن تيولي فيها الجن تيهضر كراجل، هذاك الجانب الرجولي اللي فيها تيخرج في صفه جن وتيفرض راسو على المحيط ديالو. وهكذا تتولي تتعيش الذكوره بطريقه اخرى، تتعيشها بجلباب ملك او جني معين، من خلال داكشي اللي كتحقق ليه كارضاء له، تدير ليه داكشي اللي طلب. ولا مثلا راجل عنده ميول انثويه، مثلا المثليين، تلقاو المثليين مثلا تيمشيو لعشاق عشاق انديشه في ضريح علي بن حمدوش. فالمثليين الا درتي معاه مقابله غيقول لك انا راك انت توقف عليا، كتقول لي انت ولدي اجي عندي. ولكن علاش هذا المثلي تيمشي للعشاق؟ كان وقع واحد شيامات الجرائد كيقولوا راه المثليين تيمشيو تيتزوجوا تما في سيدي علي. داكشي ماشي صحيح. انا كنت كنحضر تما كندير ملاحظات ميدانيه. المثليين تشوفهم باينين في شكلهم، ما كاين اللي كيكون باقي لي طراس د ماكياج ولا كاع لابس شي حاجه باينه انثوي، ولكن هما راه تيجيو يجيبوا يديو الطقوس تا هما وكيقوموا بداكشي اللي مطلوب منهم، بمعنى ان هذاك المثلي حتى هو راه كيتواصل مع ديك الروح الانثويه. فاش تيجي تما تيجي يقدم فروض الطاعه والولاء الرمز الانثوي اللي هو عشاق نديشه. اذا المثلي هنايا علاش تيمشي لهذا الشيء؟ لانه هو اصلا كمثلي في مجتمع مغربي فمرفوض، المثليه ديالو مرفوضه اجتماعيا واخلاقيا، مرفوضه. اذا هو مرفوض من النظام الرمزي اللي كاين في هذه الثقافه هذه. اذا ما غيمكنلوش يعيش هذا الفراغ، ضروري خاصو واحد التعويض. غادي يخرج داك الكوطي فيمينا اللي كاين فيه، غادي تخرج ليه عيشه، غتقول لي انت ولدي اجي عندي، جيب الطقوس، جيب لي ندير لك ونفعل لك، انا امك، وغادي تتبناه. اذا هو غادي يلقى هنا واحد السند نفسي اللي غيخلق ليه التوازن، لانه هو خارج النظام الرمزي الثقافي اللي هو نظام رمزي ذكوري. النظام الرمزي الاسلامي هو نظام رمزي ذكوري. اذا هو غادي يلقى واحد السند اللي غيرجعوا للنظام الرمزي الانثوي. حنا تنعرفوا كاين تعارض ما بين الانظمه الرمزيه والانسان. الانسان ليس مجرد جسد، الانسان كذلك جسد طبيعي، الانسان كذلك
عنده واحد الجسد رمزي، ان كور. الانسان لوم ايت ان كور سامبوليك. هذا الجسد الرمزي يمكن يوقع فيه خلل اذا كان شي اضطراب في النظام الرمزي، لان الانسان هو عباره عن كذلك كما قلنا يعني خاضع لواحد الجسد ديالو، خاضع لواحد النظام معين. هذاك النظام الرمزي هو اللي تخلق فيه، هو اللي في الثقافه اللي تزاد فيها. الا وقع الاختلال في العلاقه ديالو مع هذا النظام الرمزي ديالو كيوقع المرض. فلان هناك مثلا كنلقاو بكري العيالات كيقول لك هذه ضربوها تقاست على الحمر، كانت كدير النسيج وكتصبغ الصباغه وداك الشيء. واحد الوقت المرضى جا الفقيه يقرا عليها قال ليه تقاست على الحمر، يعني ضربوها الجنون حيت كانت كتصبغ داك اللون الاحمر. ولكن اللي حللنا هاد العلاقه ديال هاد المراه علاش تقاست، راه كتلقاها يعني داك اللون الاحمر اللي هو لون الدم، اللي كانوا كيصبغوا الصباغه باش يديروا النسيج، كيصبغوا الاحمر، كيصبغوا بالكحل، كيصبغوا بالاصفر. ولكن داك الاحمر عنده واحد البعد رمزي في الوقت اللي تضخم، لان كانت كتصبغ بزاف ديال بحال كتلعب في الدم. هذا الشيء ذكرها، رجعها للصدمه الدمويه اللي عندها في تاريخها اللي حنا ما تنعرفوش، وخلق لها واحد الاضطراب. اذا فكنلقاو واحد الصراع بين الانظمه الرمزيه كما قلنا وتينعكس. ففي الكتاب ديال ليله ملوك الجن جبت واحد الحاله سميتها حاله فاطمه، اللي هي مراه شوافه وبغات ترقى باش تولي مقدمه. جا عندها داك الكاهن ديال المذهب ديال العيشه، جا عندها هو فرقه قناوه يديروا لها الليله، دارت الذبيحه. ولكن شنو غيوقع انها هي عند مدار لانها دايره الذبيحه عرضت على واحد الاخ ديالها، وداك الاخ ديالها حامل القران يعني طالب. داك فاش كانوا جالسين كلشي في البيت، هذاك المقدم حس بداك الفقيه اللي معاه في المكان، يعني حس به، لانه هما كما قلنا عندهم هذه القدره ديال القدرات الفائقه اللي تكلمت عليها في الحصه الماضيه. فاش حس به بغى يتكونسونطرا عليه، لان بحال مقاومه، ما بغاش ما تحملش ديك الروحانيه اللي كاينه عند داك الفقيه اللي كتسمي نظام رمزي اخر. تكونسونطرا عليه بحال بغى يطيحو فعلا، كيأثر عليه باش يتسكن الاخر حس بهذه الحاله. هذاك الفقيه اش قال لي حسيت براسي بحال فيا النعاس، تيديني النعاس، ماشي داك الشيء، الحاله ديالي ماشي ما بقاتش طبيعيه. اش دار؟ بقى تيقرا القران، تيقرا غير في نفسه ماشي بالجهر، غير ساكت وتيقرا. هاد تيقرا مع المده، واحد الوقت داك المقدم هضر مع واحد القناوي قال له شي حاجه، مشى داك القناوي عند ديك المراه قال لها نهضر معاك، راني صيفطني المقدم لان العيالات في البيت اخر. قال لها لا راه داك الشيء قال لك المقدم، راه حنا غنمشيو بحالنا، راه داك الشيء عندك راه خسرات الليله. قالت لي علاش؟ قال لها راه عندك شي واحد هنايا كيقرا والملوك مشاو بحالهم، خرجوا من الدار. من بعد غادي ديك المراه غتقولها لخوها، وخوها غيقول لها شنو وقع، راني كنت كنحس براسي تيديني الناس وعينيه كيشوفوا فيا بحال شي شهاب ديال النار، وحتى بديت كنقرا عاد باش شديت يعني رجعت الحاله ديالي. ولكن حنا هذه حكايه وقعت، شنو الدلالات اللي خصنا نستخلصوا منها كباحثين؟ الدلاله هي انه كاين جوج الانظمه الرمزيه، نظام جسدي يقوم على الدم وعلى كذا وكذا اللي تكلمنا عليه، ونظام اخر اللي هو مرتبط بالتقليد الرسمي يعني الدين الاسلامي اللي هو منعي. وهذا النظام فاش بقى الاخر تيقرا قاوم هذا النظام هذا. وهذاك المقدم كان حاول حتى هو ياثر على الفقيه، ولكن ما داش منه، ما اثرش فيه. اش غيوقع؟ هذيك الطاقات كلها غتنسحب، وما غاديش يبقى داك الطقس في السياق اللي كان غادي يمشي فيه. اذا هذا معناه انه فاش كيختل النظام ديال الوظيفه الرمزيه تينعكس داك الشيء على داك الشخص. مثلا العائلات اللي تيكونوا متابعين لهذا الاتجاه ديال الملوك، الا ما مشاتش ما داتش الذبيحه كتمرض. علاش؟ لانها لو كور ديالها كيعبر على داك الخلل اللي في النظام الرمزي، ما خضعتش لذاك النظام، اذا غادي يمرض لو كور ديالها. اذا نتوقف عند هذا القدر، و سنتمم في حصة قادمة، ونتمنى أن تدعموا القناة. تحياتي لكم.